ازيكم يا جماعة؟ وأخيرا بعد طول انتظار أبل أعلنت رسميا عن الجيل الجديد من الآيفون، آيفون 17. وطبعا نجم العرض كله كان آيفون 17 برو ماكس. الموبايل ده جايب تغييرات واضحة جدا سواء في الشكل أو الأداء أو الكاميرات. في الفيديو ده هنعمل مع بعض مراجعة كاملة للجهاز، وهنشوف إيه الجديد اللي قدمته أبل، وهل فعلا يستاهل لقب أقوى موبايل في 2025 ولا لأ. أنا حمدي خليفة ودي ضربة مفك. التصميم. أول ما تمسك الموبايل هتلاحظ على طول تغيير كبير في الظهر. نافذة الكاميرات بقت من الألمونيوم، واخدة مساحة كبيرة فوق بشكل مستطيل وبارزة شوية. الخطوة دي أبل عملتها علشان تحسن جودة الاتصال، يعني الموضوع ليه وظيفة مش مجرد شكل. ممكن ناس تشوف التصميم مش أجمل حاجة، بس في الآخر بيحل مشكلة. الكاميرات لسه 3 بنفس التوزيع اللي متعودين عليه. ظهر الموبايل بقى من سيراميك شيلد الجديد، أقوى من الزجاج اللي كنا شايفينه في السنين اللي فاتت. الإطار بقى ألمونيوم صلب بدل التيتانيوم اللي أبل استخدمته السنة اللي فاتت ورجعت غيرته. وهنا سؤال، هل التيتانيوم كان مجرد تجربة من أبل ولا كان ترند وخلص؟ الواجهة الأمامية زي ما هي، شاشة كاملة تقريباً بحواف رفيعة. الجزيرة الديناميكية لسه موجودة فوق. على الجنب اليمين زر الباور بلس زر الكاميرا الجديد. على الشمال أزرار الصوت بلس زر المهام. تحت مدخل USB-C زائد سماعة زائد مايك. وطبعا النسخة الأمريكية من غير مدخل شريحة وبتدعم eSIM بس. الموبايل مقاوم للمياه والأتربة بمعيار IP68. السمك 8.75 ملي. الوزن 233 جرام، يعني موبايل تقيل وفخم كالعادة. الشاشة لسه من نوع سوبر ريتنا XDR أوليد، مقاس 6.9 إنش، دقة 1.5 كي، معدل تحديث متغير من 1 ل 120 هرتز. والأجمد هنا إن السطوع وصل ل 3000 شمعة، يعني تحت الشمس هتشوف كل حاجة بوضوح جامد جدا. كمان الشاشة بتدعم HDR10 ودولبي فيجن، فالأفلام والفيديوهات هتكون بتفاصيل خرافية. والموبايل محمي بطبقة سيراميك شيلد جيل تاني. نخش على الأداء. الموبايل بيجي بأحدث معالج من أبل A19 برو، سداسي الأنوية، معمارية 3 نانومتر، معالج رسومي جديد برضه سداسي الأنوية. أبل بتقول إنه أقوى بنسبة 40% من الجيل اللي فات، واللي جرب ال A18 برو عارف قد إيه كان قوي، فمتخيلين بقى الجيل الجديد هيبقى عامل إزاي. الجديد كمان إن أبل ضافت تبريد بخاري لأول مرة في آيفون، وده معناه إن الجهاز هيحافظ على أدائه حتى مع الألعاب التقيلة أو الاستخدام الطويل. أما بالنسبة للرام، أبل ما أعلنش رسمياً، بس التسريبات بتقول ممكن نوصل ل 12 جيجا بايت. التخزين 256 512 1 تيرا 2 تيرا بايت، يعني جهاز معمول للناس اللي عايزة أقوى حاجة سواء تصوير أو ألعاب أو شغل تقيل. الكاميرات، وهنا بقى التطوير الكبير. ال3 عدسات الخلفية بقوا كلهم 48 ميجا بكسل. العدسة الرئيسية f1.78 مع تثبيت بصري، الألترا وايد f2.2. التليفوتو الجديدة f2.8 مع تقريب بصري لحد 8x ورقمي يوصل 40x، يعني صور بتفاصيل أوضح وألوان أحسن بكتير. الكاميرا الأمامية من 12 ل 18 ميجا بكسل، مستشعر أكبر بيدي تفاصيل أكتر وصور أحلى سواء في السيلفي أو مكالمات الفيديو. وكمان الذكاء الاصطناعي بيتدخل لتغيير زاوية العرض حسب وضعية الصورة. أما الفيديو لسه بيصور 4K، الشائعات قالت 8K بس للأسف مش موجود، بس الجودة في 4K زي ما عودتنا أبل ممتازة جدا. البطارية والشحن، أبل ما قالتش الأرقام الفعلية لسعة البطارية، لكن قالت إنها الأكبر اللي اتعملت في أي آيفون. الجهاز بيصمد لحد 39 ساعة تشغيل فيديو مستمر، شحن سريع 35 واط، وشحن لاسلكي ماكسيف بقدرة 25 واط، يعني تحسن محترم جدا عن الأجيال اللي فاتت. الألوان والأسعار. الألوان اللي هتنزل أسود، رمادي، فضي، أزرق غامق، ولون جديد برتقالي نحاسي. الأسعار في أمريكا 256 جيجا $1199، 512 جيجا $1399، 1 تيرا $1599، 2 تيرا $1999. وبكده يبقى ده هو آيفون 17 برو ماكس، تصميم جديد، شاشة أوسع وأعلى سطوع، معالج A19 برو قوي جدا، كاميرات مطورة، وبطارية هي الأقوى في تاريخ أبل. السؤال دلوقتي، هل الموبايل ده يستاهل يبقى أفضل موبايل في 2025 ولا شايفين المنافسين زي سامسونج وجوجل ممكن يقدموا قيمة أفضل؟ اكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات، وما تنسوش اللايك
والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. دمتم في أمان الله.